سيد بهاء، وانا اتمنى السيد الموسوي لا يدخل في خطيتي في هذا الموضوع. انا متاكد اني لا ادخل في خطيتك. ليش؟ انا اريد اقول لك شغله، اذا في مظلوم واحد في العراق ينام جائعا انت مسؤول عليه، فلهذا انا لا اتحمل خطيتك، انت تتحمل مسؤوليه كل انسان جائع ليس لديه لقمه خبز في العراق اليوم. لماذا؟ لانك انت المسؤول ورئيس لجنه نزاهه، ولانك انت تصديت للعمل، وأنك ذهبت بسرعة وركض وهرولة لكي تكون في المقدمة، فتحملت المسؤولية. أنا اليوم مسؤول عن نقل الكلمة، أنت مسؤول عن صياغة القانون الذي ينصف المظلوم، ولكن ما عملته منذ أن استلمت مهامك إلى اليوم ما هي إلا جعجعة بلا طحين، لم تصل طحينها إلى ذلك المظلوم النائم الذي ليس لديه الخبز لكي يأكل. يا سيد بهاء، لا تجلس وتقول إن الله أعطاني أكثر مما أستحق، فإن هذه الكلمة تؤلم الجائع في العراق عندما يراك على شاشات التلفزيون وأنت تقول أن سبحتي ب30,000 دولار، وأن خاتمي ب20,000 دولار، وأن بيتي ب10 مليون، وأني أنا منذ الصباي أسوي سكي في دجلة وعندي سكي. هذه الكلمات تؤلم الفقير العراقي. لحد الآن نحن لم نوصل العراق إلى مصاف الدول الخليجية لكي يخرج السياسي ويتباهى بأمواله ويتباهى بما أعطاه الله مما لا يستحق أمام هذا الشعب. أنتم المسؤولون اليوم أمام الله حول كل إنسان في العراق يظلم ويجوع. فأنت هل لديك الجواب لكي تقول لي أن ما تتمتع به اليوم من أموال ومن بيت ومن سيارات ومن سكي في نهر دجلة ليست من أموال الشعب العراقي؟ تفضل يا سيد بهاء. اولا انا ما اريد اكرر الكلام، الظاهر السيد الموسوي مصر على موضوعه وان شاء الله اقنعه. انا اللي اقول اجيب الملف واقول لك انا اذا كان عندي عقار بعد ال97 مشتريه مو 2003 بعد ال97 وانا اعلنها للنزاهه وللقضاء، فانا مسؤول ولكل الدوله العراقيه. طيب اجيبك على هذه الكلمه استاذ بهاء. مو مثل استاذ بهاء اجيبك. اسمح لي هاي النقطه فقط. انا اقول اكثر مما استاذ بهاء قبل ان تنتهي الحلقه دعني لا اذهب وفي قلبي شيء. استاذ بهاء دعني ان لا اذهب وفي قلبي شيء حتى تكتمل الصوره عندي. هناك كلام عن أن جنابك استخدمنا النفوذ الكامل في عقارات الدولة وسجلت هذه العقارات على أنك تملكها في ال97 لكي تسهل أمورك، وعقارات الدولة من السهل أن يذهب بها من هو نافذ ومسؤول ولديه ميليشيات كما يقولون أن يقوم بهذا العمل. بالصور يا أخي، أجيب لك إياها بالصور وأجيب لك إياها باستشهاد من دائرة التسجيل العقاري، يقول لك من اشتراها وبها تاريخ، من اللي باعوا. طبعا ماكو شيء عقارات، ماكو شيء أرقام يعني، بس قلت لك انا الله اعطاني الحمد لله والشكر اكثر مما استحق. هذا فد شيء انا اعتبره يعني اعطاك مليار يعني بالعكس. استاذ بهاء، هل لديك مليار دولار؟ انا اللي اقول راح استاذ بهاء اسمح لي، هل لديك مليار دولار؟ الفيديو والشخص اللي باع وسجل البيع وتاريخ قبل ان تنتهي الحلقه اقول لك شيء، مو قبل ان تنتهي الحلقه ارجوك قل لي، ارجوك استاذ بهاء دعنا من هذا الكلام الذي كررته مرارا. هل تمتلك مليار دولار حتى أقول أن الله أعطاك أكثر ما تستحق؟ والله مليار دينار ما أمتلك، والله مليار دينار ما يقسم. هو يقسم. أنت تقسم أنك لا تملك مليار دينار، هذا أمام الله. يعني إذا أنت تقول هذا الكلام وهذا القسم أنا أقوم إجلالا وأقول يعني مو تحسب لي بيتي باوع، مو تحسب لي بيتي، أنت تتكلم لي عن باوع. أنت ما أنا دا أحكي الكاش يا أخي يا عزيز، أنا دا أحكي الكاش. أنت تقول لي أنت أستاذ بهاء أنا دا أحكي الكاش مع العقارات، هل وصلت إلى مليار دولار؟ الكاش مع العقارات التي تملكها هل وصلت إلى مليار دولار؟ ترى متوهم، ترى الناس اللي وصلت لك المعلومة ده تخليك ضحية إلى أشياء أمام الله. زين أنا الناس، اسمح لي أستاذ بهاء، أنا الناس وصلت لي المعلومة. شركة ولتكس الاقتصادية نشرت أسماء أصحاب رؤوس الأموال في العالم، موجودة على الإنترنت، روح أقراها. 175 ثري في العراق يملكون 15 مليار دولار. ماذا يفعل اسمك في هذه القائمة؟ نعم. هل رأيت هذه القائمة؟ يعني قالوا بهاء العرجي من ضمنهم؟ والله قالوا من ضمن ال 175. اذهبوا اطلع عليها. 175 عراقي من بعد 2003 اصبحوا يملكون 15 مليار دولار. والله يا سيدنا اذا انت تعال اقعد وياي واذا ثبت لك ذلك فانا متبرح به لك، روح وزعه للفقراء يا اخي. هذا كلام